قابلتي. ايوه تحت امر. امي بتسلم عليك وبتقول لك مليني واحده واحده. واحده. السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده عندنا حلقة مقابل المباراة نتكلم فيها عن منتخب الكوديفوار اللي قابل مصر في دور الثمانية، وهنتكلم فيها عن أهم اللعيبة اللي ناخد بالنا منها، والتشكيلة اللي حسام حسن هيلعب بيها، توقعاتنا للنتيجة. هاتك حاجة كلها واشربها ويلا بينا، عندنا حلقة النهاردة لوز اللوز. نبدأ حلقتنا. منتخب الكوديفوار لعب 3 ماتشات في دور المجموعات. لعب قدام موزمبيق، كسبها 1-0 بهدف عماد ديالو اسيست فرانك كيسيه. هنيجي لأهم اللعيبة دلوقتي. وتاني ماتش لعب الكاميرون، اتعادل معاهم 1-1 وهدف برضه عماد ديالو. الماتش التالت لعب الجابون وكسبهم 3-2، وكسب الجابون بأهداف فيليب كاراسو وتوريه وإيفان جويسن. دوفار اتأهل لدور ال16 ب7 نقط زي منتخب مصر. قابل بوركينا فاسو، كسبها 3-0. اللي جاب الاجوان عماد ديالو، جاب جون وصنع جون. اللي جاب الجون التاني ياندو ماني جاب جون، واللي جاب التالت توريه. منتخب مصر ومنتخب الكوديفوار قابلوا بعض 11 مرة، والجاية دي هتبقى ال12، وهيبقى كده احنا اكتر منتخبين لعبنا بعض في افريقيا كلها. يعني هيبقى اكتر منتخبين على طول بنلعب بعض، وطبعا احنا على طول يعني كنا بنكسبهم، حتى لما بيجيل الذهبي بتاعهم كنا بنكسبهم. بس دلوقتي بأداء منتخب مصر الواحد قلقان، وأدائهم هم جامدين جدا. بس ان شاء الله مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، وان شاء الله نقدر نكسب ونقدر نعمل أداء كويس جدا. ودلوقتي هنخش نتكلم عن أهم اللعيبة في منتخب الكوديفوار اللي لازم ناخد بالنا منهم. هم يعتبر كلهم جامدين، بس دول كام عنصر فيهم، دول أهم ناس لازم ناخد بالنا منهم جدا. أول لعيب معانا هو لعيب اسمه يان ديوماني. هو لعيب بيلعب في نادي لايبزيج، عنده 19 سنة، وينج شمال. جاب 6 جوان وصنع جونين في 14 ماتش. لعيب خطير جدا جدا جدا، ويعني هيلعب على محمد هاني، ربنا معاه ويا رب يقدر يسد قدامه. لعيب خطير 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 وصغير، عنده 19 سنة، كل أعمارهم صغيرة. يعني منتخب جامد جدا. ده طلقه، اللهم صل على النبي. يعني الواد صحة جبت بنت كلب حصان طلقه ما بيموتش خالص. ايه ده؟ ده اهم اللعيب، يعني لعيب هو. واللاعب التاني معاه هو عماد ديالو، طبعا حدث ولا حرج عنه، احنا عارفينه. بيلعب في مانشستر يونايتد، عنده 23 سنة، وينج يمين. جاب جونين وصنع جونين في 15 ماتش. فطبعا هيبقى برضه عليه رقابة أحمد فتوح المفروض لازم يركز معاه. انت يا رجيف عامل قلق في الهند ليه؟ هو ايه اللي انت كويس؟ ده حيوان. اللي زي ده في مصر يا دينا ما بنضربوش، امال بتعملوا فيه ايه؟ بنشتمه ونجري. دي الجبهتين دول يعني على الأجناب جامدين جدا. جامدين على الأطراف وجامدين في القلب وبيشوط، وكل مفاتيح اللعب معاهم حرفيا. فلازم اللعيبة تركز، دول أخطر 2 لعيبة عندهم، لازم نحط عيننا عليهم. لازم محمد هاني وأحمد فتوح لازم يركزوا مع الاتنين دول جدا جدا جدا. عندهم لعيب تاني في خط النص اسمه فرانك كيسيه احنا عارفينه، كان بيلعب في نادي برشلونة، ودلوقتي بيلعب في نادي أهلي جدة. 29 سنة، لاعب خط نص. جاب جون وفي 9 ماتشات، فكويس. هو لعيب مهم جدا في خط النص عندهم، عامل بطولة كويسة، لازم ناخد بالنا منه جدا جدا جدا. ده مهاجم اسمه ويلفريد زاها، طبعا احنا عارفين كلنا ويلفريد زاها. مهاجم عنده 33 سنة، وده أكبر لعيب عندهم في السكواد. ده ساعات بينزل شوط ويخرج، أو بينزل شوط تاني بديله وبيخرج، لأن طبعا حكم السن هو في لعيب تاني شباب. وحتة المهاجم عندهم بيغيروا منها كتير، مش عارفين هم هيلعبوا بأني. يعني أجيب له كذا مهاجم دول هو بيغير فيهم احنا مش عارفين هو هيلعب بأني. ويلفريد زاها دوت جاب 10 تجوان وصنع 5 خلال 33 ماتش.
خلال مسيرته، يعني لعب 33 ماتش جاب 10 تجوان وجاب 5 تجوان. لعيب كبير جدا طبعا، احنا عارفين إنه في الظاهر كبير سنا وكبير مقاما، يعني كان جامد جدا. بس دلوقتي بقى ينزل بديل علشان طبعا حكم السن، وفي ناس تانية جامدين جدا. عندهم مهاجم تاني، المهاجم التاني ده برضه خطير جدا، اسمه جين كاراسو، جين فيليب كاراسو. جين فيليب كاراسو بيلعب في نادي باريس، عنده 28 سنة، مهاجم، جاب جونين وصنع جونين خلال 16 ماتش. ده برضو مهم جدا، وممكن يبدأ بده، ممكن يبدأ بده او واحد تاني او هقوله لكم دلوقتي. ده ممكن يبدأ بيه، ده لعيب برضو خطير جدا، لازم برضو ناخد بالنا منه. هو كتير جدا بينزل بديل وممكن اصلا يبدأ بيه. كفايه هو من سايب. عندهم لعيب تاني، لعيب اسمه جولاي دوي، ده بيلعب في ستراسبورغ، عنده 23 سنة. ده باك يمين، باك يمين بيلعب تحت عماد ديالو. الجبهة دي يعتبر برضه خطيرة جدا عندهم. اللاعب ده جاب جون وصنع 3 تجوان خلال 12 ماتش. ده برضه مهم جدا، مهم جدا، لازم نخلي بالنا منه في الانطلاقات ورا عماد ديالو، يديله بيرفع. عندهم مهاجمين كتير زي ما قلت لكم، لازم ناخد بالنا برضه من اللاعب ده كويس جدا. عندهم لعيب برضه تاني مهم كلنا بقى احنا عارفينه، اللي متابع دوري انجليزي عارفه، اسمه ابراهيم سنجاري. ابراهيم سنجاري 28 سنة، لاعب خط نص بيلعب في نوتنجهام فورست، جاب جونين وصنع جونين خلال 13 ماتش. ده برضه مهم جدا، هو وفرانك كيسيه في نص الملعب، لازم ناخد بالنا منهم جدا. يعني هيبقى دي معركة خط نص، اللي هياخد خط النص هو اللي هياخد المبادرة. لازم مهم جدا، مهم جدا ناخد بالنا من اللعيبة ديت. لاعب تاني اسمه كريستيانو أولاي. كريستيانو أولاي لاعب بيلعب في الدوري التركي، عنده 19 سنة. هو يعني خط نص وصانع لعب في نفس الوقت، جايب جونين وصنع 3 خلال 9 ماتشات. فده مهم جدا، يعني خط النص ده فرانك كيسيه وابراهيم سنجاري وكريست، لازم نخلي بالنا منهم جدا. خط نصهم جامد جدا جدا جدا، لازم نخلي بالنا منهم. مهاجم تاني بقى، المهاجم ده خطير جدا، اسمه بازومانا توري. توري بيلعب في هوفنهايم، عنده 19 سنة، مهاجم خطير جدا، خطير جدا. جاب جونين وصنع 4 خلال 14 مباراة. هو ممكن يبدأ بده، يعني أنا أتوقع إن ممكن يبدأ بده، أو ممكن يبدأ بكراسو، أو حد من الاتنين دول ممكن يبدأ بيه، أو ممكن يبدأ بولفر الزها على أساس إن هو خبرة وكده، هو الشوط التاني يخرجه وينزل حد من دول، أو العكس. بس أنا أتوقع إن هو ممكن يبدأ بتوريه. ده لاعب مهم جدا وخطير جدا جدا جدا، كل ما ينزل بديل يسجل، ينزل أساسي يسجل، لسه مسجل في بوركينا فاسو. لعيب خطير جدا، لازم نخلي بالنا منه ايا كان مين هيلعب المدافع، لازم يبقى عليه رقابة لصيقة. لازم يعني حرفيا هو ما يلفش، لان لو لف هيودي، يعني ربنا يستر بجد، الماتش هيبقى صعب. لازم اللعيبة تركز جدا جدا جدا. ودلوقتي هقول لكم توقعاتي للتشكيلة بتاعت منتخب مصر اللي حسام حسن ممكن ينزل بيها. أو هيبدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر هيبقى محمد هاني. أنا رأيي يلعب 5-2-3 اللي هو بيلعب بيها زي ماتش جنوب أفريقيا. يلعب بمحمد الشناوي، محمد هاني، ياسر حمدي، ربيعة، أحمد فتوح. 2 خط نص، مروان وإمام عاشور. إمام عاشور لازم يبدأ الماتش ده، ممكن يحللك بشوطة، يحللك بجري. الماتش اللي فات كان عمال يصطاد، بس يعني ايه، ممكن الماتش ده يكون جاب فورمة. يبقى مروان وإمام قدام. رأيي أنا يلعب بصلاح ومصطفى محمد ومرموش طرف. أنا عايز أشوف مرموش وينج، بس هو ممكن يعمل ايه، ممكن يحط لك مرموش وينزل لك يا زيزو وابراهيم عادل. بس انا اتمنى ينزل ينزل مصطفى محمد راس حربة الماتش ده، ويحط مرموش وينج شمال. هينفعنا جدا وصراحة، يبقى وينج يمين ومصطفى محمد قدام، نقدر نعمل هجمة مرتدة. لو هنلعب على هجمة مرتدة نقدر والله. يعني دي احسن خطة. وكلمتين بقى من القلب، يا جدعان نركز. احنا منتخب كبير، احنا منتخب مصر، لازم ننزل نركز جدا جدا جدا. المنتخب مهمين وعندهم لعيبة كلهم بيلعبوا في نوادي كبيرة، وكلهم عندهم اسمه إرادة إن هم يكسبونا، عشان احنا عقدتهم. عماد ديالو لسه ما قايل لك دلوقتي، قال للصحافة إن منتخب مصر هو عقدتنا، بس الجيل غير الجيل ومش عارف ايه. اللعيبة لازم تنزل مركزة أيا كان مين هنقابلهم. زي ما ياسر إبراهيم قال، احنا لازم ننزل نركز، ننزل نكسب، ننزل كل لعيب يدي 200%، ننزل
صلاح لازم يفوق، انت قائد، احنا كلنا عملنا عليك، لازم تنزل تركز. مرموش كذلك، اللعيبه الكبيره لازم تتكلم مع اللعيبه. الشناوي لازم يركز جدا، هيشوطوا عليه، لازم يركز جدا. كل لعيب يلعب باسم مصر وباسم بلده زي ما ابو تريكة قال. لازم كل لعيب من دول يطلع كل اللي يقدر عليه عشان يفرح الشعب المصري. زي ما حسام حسن بيقول، عايزين نفرح الشعب المصري، ربنا يوفقهم. كلنا ثقة فيهم، وإن شاء الله نكسب ونروح قبل النهائي، وإن شاء الله البطولة مصرية. نتيجة ماتش منتخب مصر والكوت ديفوار إن شاء الله نكسب 2-1 إن شاء الله. حتى لو هنروح معاهم اكسترا تايم، بس إن شاء الله تخلص هي 2-1 يا ضربات جزاء. احنا على طول حظنا معاهم كده، بس إن شاء الله نكسب، كلنا أمل إن شاء الله. وكده تبقى انتهت الحلقة. ولو عجبك الفيديو متنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عجبك الفيديو رن الجرس عشان تشوفنا على طول. سلام.